في الإصحاح 8 والتاسع من سفر الرؤيا، يوحنا الحبيب بيكمل رؤيته السماوية العظيمة، وبيكشف لنا مشاهد رهيبة عن الدينونة الإلهية وعن العدالة اللي هتظهر في نهاية الأزمنة. بعد ما فتحت الأختام السبعة، يقول يوحنا: ولما فتح الختم السابع حصل سكوت في السماء نحو نصف ساعة، سكوت رهيب ومقدس، كأن السماء كلها واقفة في رهبة تستعد لتكميل خطة الله في العالم. وبعدها شاف يوحنا السبعة الملائكة اللي واقفين قدام الله، وأعطي لكل واحد منهم بوق. ثم جاء ملاك آخر ومعاه مبخرة من ذهب، وقدم بخورا كثيرا على مذبح الذهب أمام العرش، رمزا لصلوات القديسين اللي بتتصاعد قدام الله. وبدأت الأبواق تضرب واحدا بعد التاني. البوق الأول نزل برد ونار ممزوجين بدم على الأرض، واحترق تلت الأشجار والعشب الأخضر. البوق التاني كأن جبل عظيم متقد بالنار ألقي في البحر، فصار تلت البحر دما وماتت مخلوقات كتيرة. البوق التالت سقط نجم عظيم متقد اسمه أفسنتين، وسمم المياه فصارت مرة ومميتة. البوق الرابع ضرب تلت الشمس والقمر والنجوم، وانخفض نور السماء، وأصبح العالم مملوء ظلمة وخوف. وبينما يوحنا شايف المشهد، سمع نسرا بيصرخ في وسط السماء ويقول: ويل 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 للساكنين على الأرض من الأبواق الثلاثة اللي باقيين، لأنها أعظم وأرهب من اللي فاتوا. وفي الإصحاح التاسع لما الملاك الخامس نفخ في البوق، سقط نجم من السماء، وأعطي مفتاح بئر الهاوية، فخرج منه دخان كثيف غطى الشمس. وخرج من الدخان جراد غريب، مش زي الجراد العادي، لكن ليه سلطان يأذي الناس اللي ما عندهمش ختم الله على جباههم، وكان شكلهم مرعب زي خيول معدة للحرب. وليهم ملك اسمه أبو الدون، ومعناه الهاوية أو الدمار. ولما الملاك السادس نفخ في بوقه، انفكت 4 ملايكة مربوطين عند نهر الفرات، وأعطوا سلطان إنهم يقتلوا تلت البشر عن طريق جيش ضخم عدده 200 مليون فارس، بيخرج نار ودخان وكبريت من أفواههم. لكن رغم كل العلامات دي، الكتاب يقول إن الناس ما تابوش ولا رجعوا عن أعمالهم ولا عن عبادة الأوثان. الإصحاحين دول بيورونا إن دينونة ربنا حقيقية، وإن صوته مش تهديد، لكن دعوة قوية للتوبة قبل ما يفوت الأوان. فكل مرة نقرأ رؤيا الأبواق نفكر نفسنا إن الله عادل وقدوس، لكنه كمان رحيم وطويل الأناة، ينذر علشان يخلص مش علشان يهلك. اللي يسمع النهاردة صوته لا يقص قلبه، لأن الوقت قريب والمسيح على الأبواب. لو انت وصلت لحد هنا والفيديو عجبك، أتمنى تقول لنا عاوز الموضوع الجاي عن ايه، وتعمل شير.